الكشك طلبتوه مني كتير، عايزة اقول لكم ان هو ليه طرق كتيرة. تعالوا نعمله بطريقتي، سهلة جدا وبسيطة ومتأكدة ان هي هتعجبكم. وما تنسوش تحفظوا الفيديو عشان اكيد هتحتاجوه على سفرة رمضان. اول حاجة في وصفتنا النهاردة معايا هنا نص كوباية من الرز المصري، هسلقها لحد ما تبقى تقريبا 3/4 سوا او تستوي سوا كامل. هتبقى بالشكل ده وهي كمان خلاص شربت كل المية، لو فيها مية زيادة ممكن نصفيها. هنسيبها على جنب، وفي الحلة هنقطع بصلاية متوسطة او كبيرة وهنبدأ نشوحها لحد ما تاخد لون ذهبي. وبعد كده هنطلعها ونسيب بواقي بسيطة جدا. هنحط معلقة من الثوم وهنشوحها. أول ما تبدأ ريحتها تطلع هضيف عليها الرز اللي احنا سلقناه، وهنقلب كله مع بعضه عشان الرز يبقى فيه طعمة الثوم. وبعد كده هنضيف المرقة أو الشوربة المتوفر عندكم، كل الكميات بالظبط هكتبها لكم تحت الفيديو. وكمان هنضيف اللبن، وهنا معايا الزبادي مع الدقيق قلبتهم مع بعض وهضيفهم على الخليط بتاعنا. وبعد كده هنقلبهم كويس قوي، وهضيف الفلفل الاسود او اي توابل تانية بتحبوها، واكيد هنظبط الملح. وهنفضل نقلب فيه لحد ما يبدأ يغلي والرز يكمل سوا تماما ويتقل ويبقى بالقوام اللي انتوا شايفينه ده. بلاش تسيبوه يتقل قوي علشان هو لما بيبرد بيتقل اكتر. واكتبولي تحت الفيديو طريقتكم ايه في الكشك.